ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ انا جالي تعليق على القناه اهو قدامكم. انا هحط التعليق زي ما قلت لكم. لو في اي استفسار انتوا حابين تسالوني عليه او اي وصفه ان انا ممكن اعملها لكم، انا هطلع كده السؤال وهرد عليه. دلوقتي هي بتسالني بتقول لي الخميره ما ينفعش تتحط على المناخير، ده عن الوصفه اللي فاتت بتاعه شده الوجه والتجاعيد. دلوقتي احنا خدنا الخميره وحطينا عليها بياض البيض وحطينا عليها ميه الورد، فخلاص دلوقتي بياض البيض هيجمد الافكت بتاع الخميره للتسمين، لان الخميره بتسمن الخدود يا جماعه. واحنا بنعمل وصفه تسمين للخدود او تسمين الوجه للناس اللي وشها رفيع او المنطقه دي عندها مش مليانه يعني، وده حلم كل سيده يعني المنطقه دي. مع ان بالنسبه للناس اللي عندها الحاجات دي الخدود دي مش حلمهم خالص يا جماعه. انا مش عارفه الناس بتبقى مبهوره قوي بالموضوع ده. الموضوع يا جماعه اسهل من كده والله. هي دلوقتي خايفه ان لما تحطي الوصفه على المناخير نفسها برضو تكبر. لا يا جماعه مفيش الكلام ده خالص. بياض البيض في الوصفه دي هيوقف العمليه دي، فانت هتستفيدي بس من الخميره في التفتيح بس مش اكتر، لكن هي هتوقفها لانها بتعمل زي ماسك شد كده وانت بتشديه بتشيليه، فمفيش الجزئيه دي خالص. فمن الناحيه دي اطمني. النهارده بقى هعمل لكم وصفه تسمين الخدود. لو انت عملتيها على وشك هتعمل لك تسمين لمنطقه الخدود بالذات. طبعا انا هوريكم الوصفه اوريدي عملي، بس انا هقولها لكم واشرح لكم. الوصفه عباره عن خميره، ودي طبعا الاساسيه اللي معانا لان هي دي الكينج بتاعه الوصفه علشان تسمين منطقه الخدود، ولبن باودر ولبن عادي. نستبدل ايه مكان ايه؟ الخميره هي الكينج اللي معانا، مش هينفع نستبدله يا جماعه. تمام؟ خميره باودر او خميره اسمها خميره بيره. لو في ناس في حبايبنا في الارياف او في الصعيد عارفينها كويس جدا، بتبقى عباره عن كتل كده ممكن ناخد منها مكعب صغير، او الخميره الباودر الفوريه اللي موجوده عندنا كلنا. ولبن البودره ممكن نستبدله باللبن العادي، لكن بصراحه اللبن الباودر بيدي تفتيح ونضاره وبيدي زياده تسمين للخدود. اللبن البودره يا جماعه ممتاز ممتاز ممتاز، بس فرضا مش عاوزينه خلاص يبقى احنا هنحط اللبن العادي وخلاص يعني نشيله خالص من الوصفه. بس فعلا فعلا بيدي نتيجه ممتازه. واللبن العادي ده زياده تفتيح ونضاره، يعني افكت زياده للبشره. طب مش عاوزاه، مش هحط لبن عادي، حطي ميه ورد مفيش اي مشكله خالص. برضو هتديكي نضاره، بس اللبن بيدي تفتيح زياده، اللبن العادي بيدي تفتيح زياده. دي كانت الوصفه ببدايلها. يلا بينا نشوف الوصفه وتطبيقها ونرجع بسرعه تاني. وكده يا جماعه شفنا الوصفه وطريقه تطبيقها ازاي. هي بتقعد على البشره من 15 ل 20 دقيقه، وبتشطفيها بميه فتره عادي جدا، وبتنشفي بمناديل احسن. بلاش يا جماعه استخدام الفوط بعد الوصفات عشان المسام بتبقى مفتوحه، ولو تقدري تجيبي تلجايه وتمشي على وشك كله بالتلجايه عشان تقفلي المسام يبقى حاجه كويسه جدا. يلا اشوفكم ان شاء الله في وصفه جديده.